السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نفحات شهر رمضان. موضوع حلقتنا النهارده عن الزكاة. في زمن بقت فيه القلوب مشغولة والدنيا واخدة كل تفكيرنا، في عبادة ربنا فرضها علينا مش علشان ياخد مننا لكن عشان يطهر قلوبنا ويزيدنا بركة. الزكاة مش فلوس بنطلعها، بالعكس دي رسالة ان رزقك مش ملكك وان في حق لغيرك، رسالة ان لما ربنا بيديك هو بيكون بيختبرك، بيشوفك هتشارك ولا لا. تخيل ان جزء صغير من فلوسك ممكن ينقذ بيت ويسدد دين ويفرح طفل او يحط اكل على مائدة حد جعان. تخيل انك ممكن تكون سبب ستر الحد وانت حتى ما تعرفش اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. يعني الزكاة مش بس بتطهر المال، دي بتنظف جواك حاجات انت مش شايفها وبتفتح باب رزق جديد انت ما كنتش متوقعه. الزكاة مش ناقصة فلوس، بالعكس الزكاة زيادة في الرزق وفي البركة وفي الهدوء اللي بتحسه جواك بعد ما تساعد حد كان محتاج. انا عايزك كده تسأل نفسك، لو ربنا وسع عليك مين اللي انت وسعت عليه؟ لو ربنا رزقك اكتر انت مين اللي رزقته معاه؟ ولو عندك نعم كتير حلوة هل فكرت قد ايه في ناس كتير غيرك بتدعي بس في الخفا انها تلاقي نص اللي عندك؟ الزكاة هي العبادة اللي بتربي فيك معنى الرحمة وبتفكرك ان كل حاجة بتملكها هي هدية من رب كريم، وانك لما بتدي ربنا بيزيدك، ولما ترحم ربنا بيرحمك، ولما بتفرج عن حد ربنا بيفرج عنك اضعاف. وفي يوم القيامة املنا الوحيد هو دعواتنا ووقفتنا بين ايدين ربنا. الزكاة هتبقى من الاعمال اللي بتنقذ صاحبها. يا رب اجعل زكاتنا ستر لغيرنا وبركة لينا، واجعلنا دايما من اللي بيحسوا بالفقر ويدوا بقلوب صافية ويكونوا سبب فرج لناس محتاجة. وما تنساش يمكن زكاتك النهاردة تكون سبب ان ربنا يرفع عنك شيء انت ما كنتش قادر تفهمه. ونصيحتنا النهاردة اللي بنوجهها في نهاية كل حلقة هتكون: الزكاة مش مجرد فلوس خارجة منك، دي طهارة لقلبك قبل ما تكون لجيبك، وبركة بتنزل على رزقك كله. لما بتطلع زكاتك انت بتشارك غيرك في خير ربنا اداه ليك، وبتثبت لنفسك ان الرزق مش متعلق بفلوس، ده متعلق برب كريم. طلعها بفرحة مش بضغط، لان كل جنيه بيطلع منك بيرجع لك اضعافه رحمة وبركة وراحة بال. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. استنونا في حلقة جديدة من برنامج نفحات شهر رمضان.